ازاي نحقق رؤيتنا ان احنا نكون متفردين عالميا، ان احنا ايقونه ونموذج التغيير نحو طفوله بلا سرطان. احنا في مستشفى 57 بنطبق احدث الاساليب في العلم والتعلم. مستشفى 57 عملت برنامج زمالة تدريب مع مركز دانا فاربر ومع مستشفى بوسطن للعلاج سرطان الاطفال. بدأنا نقسم عملية التعليم والتعلم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي نقل العلوم والمعرفة، دي مرحلة تانية من عملية التعليم والتعلم، زي عملية التواصل، زي عملية التعبير عن الرأي، زي عملية التفكير الإبداعي. ونيجي لآخر مرحلة من عملية التعليم والتعلم، وهي إزاي أقدر أخلق قيادات جديدة قادرة على الإبداع، قادرة إنها تفكر بطريقة مختلفة علشان تبدع. الناس اللي موجودة جوه المستشفى طول الوقت بيتلقوا برامج تدريبية وتعليمية جديدة. بنستخدم التعليم الإلكتروني لتوصيل المعلومات للأطباء ولا الممرضات. المستشفى لا تقصر فرص التقدم إلى برنامج الزمالة على أبنائنا المصريين فقط، ولكن كمان بتمتد لتشمل الإخوة الأفارقة والعرب، وبندعوهم من يجد في نفسه المقومات الكافية إنه يتقدم لبرنامج الزمالة ده. برنامج الزمالة دوت صدقة جارية، لأن علم ينتفع به إن شاء الله. وبإذن الله مساعدتك ووقفتك جنبنا في برنامج الزمالة، أنت بتحط بذرة بتاع علم ينتفع به إلى ما شاء الله تعالى إن شاء الله. بادر بالاتصال بمستشفى 57 للالتحاق ببرنامج زمالة تدريب طب عموم الأطفال بالتعاون مع مستشفى دانا فاربر ومستشفى بوسطن للأطفال، لأن من أهم أسباب الوصول للشفاء هو طبيب يتعلم ويفكر ويبتكر.